فقال علي وهو يبكي: والله لليلة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مثل مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه، أما أبو بكر فرجل يعلن إيمانه. استقامة على صلاة، استقامة على معروف، هذا ترى توفيق من الله، هذا توفيق، وما توفيقي إلا بالله. ترى لا يردها الواحد عقله ولا المكانته ولا الماله ولا القوته ولا السلاطته ولا السطوته، أبدا. ترى الواحد لو وكل إلى نفسه يضيع، لكن إذا وفقها الله سبحانه وتعالى مشت أموره وتيسرت. ولو استعرضنا التاريخ في عهد قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا فيه ناس حنفاء، يعني ما يعبدون الأوثان، مثل ورقة بن نوفل، مثل عثمان بن الحويرث، مثل أمية بن أبي الصلت، مثل زيد بن عمرو بن نفيل. هذولا فطرتهم المستقيمة رفضوا الأوثان. أمية بن أبي الصلت كان يجالس أهل الكتاب ويتحرى خروج نبي، وخبروه ناس من النصارى، من رهبان النصارى، إنه أوان خروج نبي في أرض العرب. كان يسأل. مرة من المرات لقي ورقة بن نوفل عند الكعبة، وكان أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة اللي نحبه، عبد الله بن عثمان، كان جالس قريب. هذا ورقة شايب، وأمية بن أبي الصلت كذلك، وكلهم يعتزلون الأوثان. وأبو بكر فطرته المستقيمة أنه ما سجد لصنم، ما عبد الأوثان ولا شرب الخمر، لكنه يقول: ما كنت أعلم أنه سيخرج نبي اللي يعرف أمية. فجاء يسأل ورقة، قال: يا ورقة، هل سمعت شيئا من خبر خروج نبي؟ قال ورقة: ما سمعت شيء، أنا مثلك. قال: ما أخاله إلا دنا، يعني أظن ترى قرب وقت خروجه، إما يخرج فيكم يا قريش، أو عندنا في ثقيف، أو يخرج عند أهل فلسطين أرض الشام. يقول أبو بكر: أول مرة أسمع أنه سيخرج نبي يدعو إلى توحيد الله وإلى نبذ الأوثان والأصنام. وبدأ أبو بكر عنده استفهامات. أمية من قبل على علم، حتى أنه قد خبر أبو سفيان، وقد كان يتهيأ له أنه هو النبي. واحدة من خواته اسمها الفارعة كانت تحكي خبره بعدين للرسول، وأنه كان يجيه إليه الطائرين ويخيل إليه أمور. الرجل كان يعني يرفض الأوثان، وله أبيات في عبادة الله: لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجدا. من أبياته اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد يستعذبها ويبغى يسمعها، ويقول: ما أعذب شعره، لقد آمن شعره وكفر قلبه. يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام صد عن دعوته، كفر، ما وفقه الله لأمر في نفسه الله يعلم ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ما وفق، مع أنه كان على علم. أبو بكر الصديق من هذا المرة، من هذا الجلسة سمع فيها أمية، مجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه آمن. توفيق، وفق الله الصديق. التوفيق هذا لازم أبا بكر رضي الله عنه حياته كلها، كل أعماله موفق فيه، سواء في دنياه ولا في أخرى. توفيق من الله. آمن ودعا وبذل ونصر، وكان يدافع عن الرسول، وكان يعني يوقف في وجه قريش، مع أنه من قبيلة ضعيفة في مكة، من بني تيم، ما لها ذيك السيادة والمكانة مثل بني هاشم، مثل بني أمية، مثل بني عبد شمس، مثل بني مخزوم، وغيرهم، بني سهم، بني زهرة، بني تيم. لكن أبا بكر رضي الله عنه كان بإيمانه موفق، كان محبب وتاجر وعالم بالأنساب، لكن أوذي ومع ذلك صبر. توفيق من الله. وتاجر سخر ماله كله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهاجر مع الرسول ونصره أيما نصر، وفي بدر يحرسه،
يقول علي بعدين وهو في أرض الكوفة خليفة، يقول من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين، يقصدون علي. قال أما إنه ما نازلني أحد إلا انتصفت منه، يعني ما حد يقدر يقابلني، ما يقدر حد يقاوم علي. قال أما إنه ما نازلني أحد إلا انتصفت منه، ولكن والله أبا بكر كان أشجع مني، كان أبو بكر أشجع مني. لقد رأيتنا عند الكعبة ووثب المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يضربه وهذا يدفعه وهذا يجأه وهذا يشده، وقالوا أجعلت الآلهة إلها واحدا أأنت من تقول كذا وكذا. فما استطاع أحد منا أنه يكذب علشان يدفعهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والله ما جرأ على ذلك إلا أبو بكر. أبو بكر توفيق من الله. في المواقف الصعبة يظهر توفيق الله. كيف فيجي ويدفع هذا ويرد هذا حتى انكشفوا عن الرسول. ويقول أبو بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال بقول الله عن مؤمن آل فرعون ذاك الذي يكتم إيمانه، مؤمن آل فرعون. الحين أبو بكر فيقول علي رضي الله عنه، يقول أبو بكر خير أم مؤمن آل فرعون؟ فسكتوا. فقال علي وهو يبكي والله لليلة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مثل مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه، أما أبو بكر فرجل يعلن إيمانه. الله 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 يا أبا بكر، إيش هذا التوفيق. وفق أنه سخر أسرته كلهم لحماية الرسول، هذه أسماء ذات النطاقين، وهذا ولد عبد الرحمن، حتى أن خرجوا ما خلى لأولاده ولا درهم ولا دينار. يقول أبوه الشايب أبو قحافة يقول فجعكم هذا بنفسه، فهذا أبقى لكم شيء، خلى لكم شيء تأكلون؟ قالت نعم يا جدي، خلى لنا هذا المال وهو شايب كبير ما يشوف. خذت يد جدها وحطته على الحصى. قال إن كان ترك لكم هذا فلا بأس، تركم لكم هذا. توفيق من الله لأبي بكر. وبعدين يناصر الرسول في كل مشهد. وبعدين يوم صار الرسول عليه الصلاة والسلام يستبرئ نفوس الصحابة، أبو بكر يبكي يبكي يبكي، يعني فراق الرسول عليه أصعب. يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام على رسلك يا أبا بكر، يعني أدرش في قلبك. ما لأحد عندنا يد إلا وكافيناه بها ما خلا أبا بكر، ما خلا أبا بكر، فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. يقول كل واحد قدم لنا معروف ولا عطانا شيء قدرنا أن نكافيه ولا نرجع له. ما لأحد عندنا يد إلا وكافيناه بها ما خلا أبا بكر. يقول الرسول ما قدرنا نرد جمايل أبو بكر، ما قدر، ما خلا أبا بكر، فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر في أكثر